السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. زي ما تعودتم حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الأهلي، فيلا بينا نبدأها مع بعض. شكوى كهربا من آلام في العضلة الضمة تثير الشكوك حول مشاركته في مواجهة سان جورج الأثيوبي. مارسيل كولر يستقر على الاعتماد على بيرس تاو مهاجما أمام سان جورج الأثيوبي حال تأكد غياب كهربا عن المواجهة للإصابة. ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي يعود الأربعاء المقبل للقاهرة بعد سفره خلال الأيام الماضية لبلاده بسبب الحالة الصحية لوالده. محمد مجدي قفشة يرفض الراحة ويخوض تدريبات منفردة في الأهلي لاستعادة فورمته البدنية. سيستم الفيفا المخصص لتذاكر مباريات كأس العالم للأندية يؤكد أن النسخة القادمة من البطولة ستشهد دعم تاريخي للأهلي واتحاد جدة بعدما انقضت جماهير الناديين على التذاكر. أسامة حسني يهاجم المجلس الأعلى للإعلام بسبب عدم خروج أي تعليق منهم على مقاله ميدو في حق النادي الأهلي الوحيد الذي يشرف اسم مصر خارجيا، ويؤكد أن كل شيء أصبح مباح في عهد المجلس الحالي، ويذكرهم بموقف الوحدة السعودية الذي طرد ميدو من الفريق والسعودية بشكل عام بسبب الإساءة لمشجع. وزير الرياضة التنزاني يزور مقر النادي الأهلي لعمل جولة داخل النادي وتفقد دولاب بطولات كبير القارة وملعب التتش. مصدر مسؤول باتحاد الكرة ينفي ما يتردد عن وجود نية لإعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري. أمين عمر يدين مترجم أساريو في تقريره عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب بعد محاولة الاعتداء عليه بعد المواجهة. والد أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون يدافع عن نجل ويؤكد أنه لم يخطئ وأن الجميع في القارة الإفريقية يشهدون له بالكفاءة، وأن البعض يحاول تبرير فشله في تحقيق الفوز بإلقاء اللوم على نجله. أساريو يدرس إعادة محمد عواد لتشكيل الزمالك الأساسي بسبب المستوى الهزيل لمحمد صبحي. طبيب الزمالك يؤكد أن إصابة حسام عبد المجيد بسيطة وأن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية غدا. طلعت يوسف: الأهلي هذا الموسم عمل صفقات جيدة ما عملهاش منذ فترة كبيرة. مارسيل كولر مدرب جيد وهناك انسجام بينه وبين التيم، والإمكانيات المتوفرة للمدرب السويسري تساهم في نجاح أي مدرب. بالتأكيد هو مدرب جيد، ولكن الإمكانيات التي وفرها الأهلي له هي العامل المساعد له. والجميل في المدرب السويسري أنه يدير المباريات بواقعية تامة ويهتم بالدفاع مثل الهجوم تماما عكس مدربين آخرين. أنتوني موديست السي في بتاعه بيقول إن لاعب كويس، وأعتقد السن لن يكون عائق أمام تألقه مع الأهلي، خصوصا أنه محافظ على نفسه، ولكن لا يمكن تقييمه من مباراة واحدة. لكن بالنسبة لرضا سليم وإمام عاشور فهم إضافة قوية وغير عادية للأهلي، والصفقات ليست بالكم، وهذا الثنائي مميز للغاية. ماهر همام: كولر هو الرجل الأمثل لهذه المرحلة بالأهلي، وعلى جماهير الأهلي أن تطمئن، فهناك قائمة لاعبين مميزين للغاية وفي كل مركز يوجد أكثر من لاعب قادر على المشاركة أساسيا. ومباراة المصري في البداية كانت رسالة للجميع بأن الأهلي هذا الموسم سيقدم عروض أفضل من الموسم الماضي، والذي يعتبر إنجاز للاعبين والجهاز الفني. مارسيل كولر مدرب محترم ولديه فكر مختلف وعادل أيضا ولا يظلم أحد، ويتعامل مع الجميع بشفافية تامة. ولقطة المدرب مع الجماهير كانت تأكيد للجميع بأنه باقي مع الفريق رغم الإغراءات المالية الكبيرة. الجميل أن الفريق بالكامل استفاد من أخطاء مباراة السوبر الأفريقي وعاد سريعا للطريق الصحيح. إمام عاشور مكسب كبير للأهلي وتحركاته في الملعب تؤكد أنه لاعب كبير وسيضيف كثيرا للأهلي. رضا سليم لاعب مميز أيضا وسريع وشعرت وكأنه يلعب في الأهلي منذ فترة طويلة وليس لاعب جديد، واللاعب المغربي انسجم سريعا مع المجموعة. تألق رضا سليم وبيرس تاو وعبد القادر والشحات ليس مشكلة، بل هي نقطة قوة للفريق الأحمر والجهاز الفني، ولا أعتقد أن يلعب كولر بأحدهم دائما، وسيعتمد على التدوير بينهم. وأعتقد أن محمد الضاوي كريستو لو خد فرصة جيدة سيظهر إمكانياته أيضا، وأرفض فكرة رحيله لأننا في حاجة لكل اللاعبين بسبب كثرة المباريات، والمرحلة القادمة سنحتاج ضفر كل لاعب. أنتوني موديست لو حصل على الثقة سيضيف للأهلي كثيرا، خصوصا أنه يجيد ألعاب الهواء والتسديد.